حبايبي اهلا وسهلا فيكم، ان شاء الله تكونوا بالف صحه وخير وانتم عم تشوفوني هلا. اليوم ان شاء الله رح نعمل مع بعض اكله كتير طيبه من صدور الدجاج، البون فيليه. آه رح نعملها مع الجزر والبروكولي، يعني هي ما لها اسم بس انه اكله طيبه وصحيه ومفيده. هون بالبدايه حطيت الطاوية على الغاز، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انه اكله جديده، عرفتوا؟ يعني حلو الانسان يغير ويجرب اكيد. رح حط بسم الله الرحمن الرحيم زيت زيتون مقدار نظري حبايب قلبي، وانتم مثل ما بتحبوا هيك حاج. عندي هون حبايب قلبي تقريبا شي نص كيلو صدور دجاج مقطعتهم شرايح طولية، شوفت عينكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم بدي اطبهم فوق الزيت، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حبايب قلبي الكمية انتم بتتحكموا فيها حسب عدد عيلتكم. هلا هون حطينا الدجاج، بدنا نعليه على نار وسط بسم الله الرحمن الرحيم ونتركه يستوي ويتغير لونه، وما رح نضيف اي شيء. وهون حبايبي بعد ما استوى عنا الدجاج وتغير لونه ونشفت ميته، شوفت عينكم؟ عندي هون شي 4 سنين توم فرمتهم فرم خشن بدي اطبهم فوق الدجاج، بسم الله الرحمن الرحيم. وهلا بنحرك حبايب قلبي وبنترك التوم مع الدجاج شغلة دقيقة. وهون حبايبي بعد ما دبل التوم مع الدجاج شوي بدنا نحط البهارات والمكونات اللي بدنا نحطها، بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية رح نحط فليفلة حمراء ناعمة، بسم الله الرحمن الرحيم، هيك نظريا حبايب قلبي بغطى المطربان حبايب قلبي، حطيت فليفلة ناعمة شوفت عينكم. وهلا بدنا نحط اكيد العشق الاسود اللي ما بستغني عنه، انا رح اكتر وانتو حسب ما بتحبوا هيك حاج نظريا يعني. وعندي هون حبايب قلبي الاوريجانو، رح نحط كمان رشة، بسم الله الرحمن الرحيم، رشة بسيطة هيك حاج. وعندي توم بودر حبايب قلبي كمان رح احط رشة بسيطة نظريا، بسم الله الرحمن الرحيم هيك حاج، لانه نحن حطينا في قلبه كمان توم يعني على حاله. وهلا حبايب قلبي عندي هون صويا صوص، رح احط 3 معالق اكل، بسم الله الرحمن الرحيم. هي اول معلقة، ثاني معلقة، ثالث معلقة حبايب قلبي. وعندي هون حبايب قلبي صوص الهات شيلي، صوص الهات شيلي يعني الفليفلة الحدة، صوص الفليفلة الحدة حبايب قلبي. كمان رح هيك نظريا هذا اختياري يعني، بس يعطيه طعمة حدودية، يعني هي اضافة من عندي، بتحبوا تحطوها بتحبوا ما تحطوها، اللي عنده اولاد صغار ما يحطها يعني لانه حدة، او يحط كمية بسيطة حبايب قلبي. حبايب قلبي انا ما حطيت ملح لانه صويا صوص مالحة. بعد ما تستوي بدوق ملحة، يعني اذا ناقصة بحط لها. هلا هيك حبايب قلبي كم تحريكة، خلي البهارات تاخد من طعمة الدجاج، وبالعكس كمان الدجاج ياخد من طعماتهم، مشان نضيف المكونين اللي ضلوا عنا حبايب قلبي. هون حبايب قلبي عندي تقريبا نص جزرة كبيرة فرمتها هيك جوانح رقيقة، شوفوا ما سمكتها مشان تستوي بسرعة وتطلع طعمتها أطيب. بدي أفضيها بسم الله الرحمن الرحيم فوق الدجاج. وهون حبايب قلبي عندي بروكلي تقريبا راس بروكلي صغير يعني، قطعته بشكل هيك صغير تقريبا حبايب قلبي، قطعته وغسلته كتير منيح. وهلا بدي أطبه فوق المكونات بسم الله الرحمن الرحيم اللي في قلب الطاواية، بسم الله الرحمن الرحيم. وهلا حبايب قلبي بنقلب كل المكونات مع بعضهم، كل المكونات صارت في قلب الطاواية او بقلب الطنجرة اذا كنتوا عم تطبخوا بالطنجرة حبايب قلبي. ما شاء الله الروايح حبايب قلبي، ريحة الصويا صوص مع البهارات شغلة فرجة شي بشق الراس. حبايبي انا دقت ملحة، دقت الدجاج يعني اخذت قطعة، دقت ملحة، بدها شوية ملح رح احط نظريا وانتو حسب ما بتحبوا. وهلا بنحرك حبايب قلبي، ما بتاخد وقت كتير لانه البروكولي بيستوي بسرعة، والجزر فارمينه نحن بشكل رقيق يعني، واصلا يعني ما بدنا نسويه كتير كتير للخضرة كمان تهتري، لا نص طبخة، عرفتوا؟ هيك بطلع اطيب والخضرة بتحافظ على فوائدها وقيم الغذائية يعني. هلا حبايب قلبي بنغطي تمها وبنتركها على نار هادية تستوي، بسم الله الرحمن الرحيم هيك. وهلا هون حبايب قلبي تقريبا بعد 10 دقايق، بسم الله الرحمن الرحيم رح نشعل الطبخة.
شوفوا جبلوا عنا البروكولي، بسم الله الرحمن الرحيم، البروكولي والجزر استووا نص الاستواء، حتى استوى الجزر مثل العادة يعني. شوفوا لأنه فارمينه فرم رقيق حبايب قلبي. شوفوا لي المنظر والألوان والروايح. بس لو أقدر قادر أطالع لكم روايح من التليفون. اللهم صل على النبي، الله يبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلبي أكلتنا صارت جاهزة، رح أعمل جنبها رز أبيض وبشوفكم بمرحلة التقديم. وهيك حبايب قلبي أكلتنا صارت جاهزة، قدمتها بهذا الشكل مع رز أبيض. شوفوا لي الألوان والمنظر مو شي بشهي، والروايح بتغرف القلب حبايب قلبي. هلا بدنا ندوق. اللهم صل على النبي، شي ما بيشبهه شي. أول شي رح ناخد لقمة الرز، بسم الله الرحمن الرحيم. هيك تفضلوا حبايب قلبي. اللهم صل على سيدنا محمد. مم. 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 عصرة الليمونة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط الجزرة. تفضلوا حبايب قلبي، بسم الله الرحمن الرحيم. مم. 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 عن جد حبايبي صايرة سوبر يمي، بتجنن وحدة شوي. حبايب قلبي بتمنى تكون عجبتكم طريقتي بتحضير هاي الأكلة، وإذا عجبتكم طريقتي كالعادة لا تنسوا تعملوا 5 شغلات: تشتركوا بقناتي، تفعلوا زر الجرس، تحطوا لايك حلو مثل وجهكم الحلو، وتعليق أحلى مثل قلبكم الأحلى، وتشيروا الفيديو مع أحبابكم وأصحابكم. وبس هيك مني وعلي رح أقلكم بشوفكم بخير وضلوا بخير. فيديوهات جديدة بشوفكم. باي.